حبايبي طلاب الشهاده الاعداديه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وكويسين ويوصل لكم ان شاء الله الفيديو ده وانتم بخير وصحه وسعاده. معاكم مستر محمود نصار، ومكملين مع بعض ان شاء الله سلسله فيديوهات نشرح فيها منهج الدراسات الاجتماعيه للشهاده الاعداديه. وبدون اي مقدمات يلا بينا على طول. احنا النهارده يا شباب باذن الله هنبدا مع بعض ثالث درس معانا في التاريخ، واللي هنبدا نتكلم فيه عن ثوره الشعب المصري وتوليه واحد اسمه محمد علي حكم مصر. ولكن قبل ما ندخل في درسنا يا شباب انا عايزك ترجع معايا لدرس الحمله الفرنسيه. فاكر ان الحمله الفرنسيه خرجت من مصر هنا يا شباب نتيجه ان بريطانيا ارسلت الاسطول بتاعها وانضم ليه الجيش العثماني. ساعتها مينو قرر الانسحاب ويخرج من مصر. ليه؟ علشان مش هيقدر يواجه القوتين مع بعض. وبالفعل تخرج الحمله الفرنسيه من مصر عام 1801. ولكن الغريبه ان الحمله الفرنسيه لما خرجت من مصر ما رجعتش لحاله الامن والاستقرار، لا دي بدات مصر تخش في حاله من الفوضى. حاله من الفوضى ليه؟ بما تفسر دخول مصر في حاله من الفوضى بعد خروج الحمله الفرنسيه. اقول لك لان بدا يحصل صراع على حكم مصر. صراع يا ترى ما بين مين؟ اقول لك ما بين المماليك والعثمانيين، واللي هتنضم ليهم انجلترا كمان. طب ثواني، ده كله بيتصارع ليه؟ اقول لك علشان يسيطروا على مصر. يعني معنى كده بما تفسر دخول مصر في حاله من الفوضى بعد رحيل الحمله الفرنسيه، تقول لي بسبب الصراع بين المماليك والعثمانيين والانجليز للسيطره على مصر. طب في نهايه الحدوته الحلوه دي ايه اللي حصل؟ اقول لك رجعت مصر من تاني ولايه عثمانيه. يعني بعد الصراع والفوضى رجعت مصر من تاني ولايه عثمانيه، وبدا السلطان العثماني يعين عدد من الولاه على حكم مصر. ولكن كل والي يجي يحكم مصر ما يقدرش. ليه؟ بسبب الفوضى اللي كانت منتشره. لا وكمان كل والي السلطان العثماني كان بيعينه على حكم مصر كان بيفرض ضرائب باهظه على المصريين. وكمان المماليك اللي كانوا لسه موجودين في الوقت ده في مصر كانوا بيفرضوا اتاوات على المصريين. اتاوه يعني ايه اتاوه؟ يعني فلوس باخدها منك بلطجه. طب ثواني، هو المصريين يعملوا ايه في وسط الضرائب والاتاوات اللي بتتفرض عليهم من العثمانيين ومن المماليك؟ اقول لك يقرر الشعب المصري ان هو يخرج في ثوره ضد العثمانيين وضد المماليك كمان. بنقول عليها ثوره الشعب المصري اللي حصلت عام 1804. طب ثواني، بما تفسر قيام الشعب المصري بثورته عام 1804؟ اقول لك بسبب فرض الضرائب والاتاوات على الاهالي. الضرائب من اللي بيفرضها؟ العثمانيين. والاتاوات من اللي بيفرضها؟ المماليك. خلي بالك بقى اثناء ثوره الشعب المصري يظهر معانا واحد اسمه محمد علي. مين هو محمد علي؟ ده واحد اتولد في مدينه اسمها مدينه قولة في بلاد اليونان. جه مع الجيش العثماني علشان يخرج الحمله الفرنسيه ايام ما كانت موجوده. ايه ده؟ هو ايه اللي جاب اليونان للعثمانيين؟ اقول لحضرتك ان اليونان في الوقت ده كانت تابعه للدوله العثمانيه، زي ما هتعرف ان شاء الله في ثالثه ثانوي ادبي ان دخلت ادبي. خلي بالك بقى ان محمد علي لما جه على مصر ولما خرجت الحمله الفرنسيه بدا محمد علي يترقى لغايه ما بقى قائد لفرقه عسكريه. هنا محمد علي يلاقي الشعب المصري خارج في ثوره جديده، فيخاف محمد علي ان المصريين يقتلوا الجنود اللي تحت قيادته. فهنا محمد علي يبدا يستخدم ذكائه ويبدا ينضم للشعب المصري. خلي بالك ان في الوقت ده كان عندنا قوه جديده بتظهر في مصر، وهم ناس بنقول عليهم الزعامه الشعبيه. زعامه شعبيه يعني ايه؟ يعني بعض العلماء وبعض التجار اللي بدا يكون لهم صيت في المجتمع. يبقى انا دلوقتي فهمت ان الشعب المصري عمل ثوره عام 1804. ليه؟ بسبب فرض الضرائب والاتاوات على الاهالي. من اللي بدات شخصيته تطلع وسط الكلام ده كله؟
كله؟ تقول لي واحد اسمه محمد علي. يعني معنى كده ان اثناء ثورة الشعب المصري تبدأ تطلع على الساحة شخصية جديدة وهو واحد اسمه محمد علي. محمد علي كان خايف زي ما قلنا ان المصريين يقتلوا جنوده، فعلشان كده يبدأ محمد علي يستخدم ذكائه زي ما فهمتك. يعمل ايه يعني؟ يبدأ محمد علي يعلن انضمامه للمشايخ وللعلماء. كمان يطلع محمد علي ويبدأ يختلط بالمصريين الغاضبين اللي هم الاهالي الساخطين. يبدأ محمد علي يوعد الناس ان هو هيحاول يخفف الضرائب المفروضة عنهم. كمان علشان ما حدش يقول لا سمح الله ان محمد علي طمعان في كرسي الحكم، اقترح محمد علي على المصريين ان هم يعينوا واحد اسمه خورشيد باشا، يعينوه في منصب ايه؟ الوالي. يبقى معنى كده ان احنا عندنا محمد علي ظهرت شخصيته امتى؟ عام 1804 اثناء ثورة الشعب المصري. دلل، هتقول لي ايه؟ واحد، اعلن انضمامه للمشايخ والعلماء. اتنين، اختلط بالاهالي الساخطين. تلاتة، تعهد للعلماء ان يبذل اقصى جهده ليه؟ لرفع الضرائب عن الناس. أربعة، اقترح تعيين خورشيد باشا واليا على مصر، وبالفعل يتعين خورشيد باشا والي على مصر. هو مين خورشيد ده؟ خورشيد ده يا شباب كان واحد عثماني وكان في الوقت ده حاكم على مدينة الإسكندرية. طب ثواني، هو محمد علي لما عمل ده كله يعني بدأت الناس تحبه؟ أقول لك طبعا، ده بدأ الشعب المصري يحب محمد علي، وبدأوا يشوفوا محمد علي إنه هو راجل بيكره الظلم. يعني معنى كده لما أقول لك ما النتائج المترتبة على موقف محمد علي من ثورة الشعب المصري عام 1804، تقول لي على طول أدى ذلك إلى كسب محمد علي عطف الشعب المصري وثقة زعمائه الذين نظروا إليه على أنه رجل عادل يكره الظلم. ولكن محمد علي كان صايع سياسة، عارف أن خورشيد باشا استحالة يقدر يحكم مصر، وبالفعل خورشيد باشا ما يقدرش يحكم مصر. يحاول يفرض ضرائب على المصريين، ويحاول خورشيد باشا يتخلص من محمد علي بأي طريقة. فهنا يطلع عندك زعماء الشعب المصري اللي أنا لسه قايل لك عليهم من شوية، كبار العلماء وكبار التجار، ويقعدوا ويعملوا اجتماع يوم 13 مايو عام 1805. طب الاجتماع ده هيكون فين؟ أقول لك في دار المحكمة اللي هي زمان كانت بيت القاضي. يقرر زعماء الشعب المصري يوم 13 مايو 1805 وهم قاعدين في دار المحكمة إنهم يعزلوا خورشيد باشا ويعينوا محمد علي حاكم على مصر، الراجل اللي كان في نظرهم رجل عادل بيكره الظلم. يعني معنى كده ان زعماء الشعب المصري اجتمعوا يوم 13 مايو 1805 فين؟ في دار المحكمة اللي هي بيت القاضي. قرروا ايه؟ انهم يعزلوا خورشيد باشا ويعينوا محمد علي والي على مصر. بعد ما راحوا لمحمد علي وخدوا عليه العهود ان هو مش هيعمل اي امر ومش هياخد اي قرار غير لما يرجع لهم. يعني معنى كده ان الزعامة الشعبية كانت بتفرض نفسها واصية على حكم محمد علي لمصر. طب يا ترى السلطان العثماني هل هيوافق ان زعماء الشعب المصري يعزلوا والي ويعينوا والي تاني من غير ما يرجعوا له؟ اقول لك السلطان هيوافق. ليه؟ لانه خاف ان الشعب المصري يعمل ثورة على الدولة العثمانية. يعني معنى كده موقف السلطان العثماني ايه؟ اقول لك وافق السلطان العثماني وطلع فرمان يوم 9 يوليو 1805. ثواني، فرمان هو يعني ايه كلمة فرمان؟ امر من السلطان العثماني واجب التنفيذ. ايه؟ امر من السلطان العثماني واجب التنفيذ. يبقى انت عندك السلطان العثماني وافق على ايه؟ على عزل خورشيد وتعيين محمد علي. وطلع فرمان امتى؟ اقول لك على طول 9 يوليو 1805. طب ثواني، يعني معنى كده ان زعماء الشعب المصري كان لهم دور في تولية وتعيين محمد علي
علي حاكم على مصر؟ اقول لك طب تعالى كده ناخد هنا سؤالين في غاية الأهمية. أول سؤال معايا وهو دلل. كان يوم 13 مايو 1805 يوما هاما في تاريخ مصر الحديث. تقول لي حيث كانت المرة الأولى التي يعزل فيها والي ويعين فيها والي آخر بإرادة الشعب. يبقى دي أول مرة يتعزل فيها والي ويتعين فيها والي جديد بإرادة الشعب المصري. طب ده أول سؤال. تاني سؤال وهو دلل. نجحت الإرادة الشعبية في تغيير المشهد السياسي لمصر عام 1805. وممكن أشيل الرقم ده يا شباب وأقول لك أوائل القرن التاسع عشر. ساعتها هتكون إجابتك كالآتي: حيث اجتمع زعماء الشعب المصري في دار المحكمة يوم 13 مايو 1805 وقرروا عزل خورشيد باشا وتعيين محمد علي. يبقى احنا كده عرفنا ان الزعامة الشعبية كان ليها دور في تعيين محمد علي على حكم مصر، وعرفنا ان الزعامة الشعبية خدت العهود على محمد علي ان هو مش هياخد اي قرار او يعمل اي حاجة غير لما يرجع لهم. وبالفعل يقعد محمد علي على حكم مصر. ولكن أول ما محمد علي يقعد على حكم مصر يبدأ يواجه شوية مشاكل. تعال نبدأ نعرف إيه هي المشاكل دي وإزاي محمد علي قدر يتخلص منها. أول مشكلة يا شباب وهي إن بريطانيا ما كانتش عايزة محمد علي يحكم مصر. ليه يعني؟ هو دخل بريطانيا إيه بمصر؟ أقول لحضرتك مصر موقعها مهم، والحملة الفرنسية كانت جاية علشان تقطع الطريق ما بين انجلترا اللي هي بريطانيا يعني وما بين مستعمراتها في الهند. وهنا محمد علي قاعد على حكم مصر بإرادة الشعب المصري، يعني هيخلي باله من مصالحهم ويحاول يعمل من مصر دولة قوية. وهنا بريطانيا مش عايزة كده، ده بريطانيا عايزة مصالحها تمشي بأي طريقة من الطرق. يعني معنى كده ان بريطانيا ما كانتش عايزة محمد علي يحكم مصر. لم تقبل بريطانيا تولية محمد علي الحكم. بما تفسر ايه السبب؟ اقول لك خوفا على مصالحها الاقتصادية. علشان كده حاولت بريطانيا انها تعين اي والي تاني غير محمد علي. طب يا ترى عايزة تعين مين؟ اقول لك واحد اسمه محمد بيك الألفي. مين محمد بيك الألفي ده؟ ده واحد من المماليك كان حليف لبريطانيا، فعايزة تعزل محمد علي وتعين محمد بيك الألفي أو أي حد تاني، المهم إن مصالحها تكون في أمان. علشان كده راحت بريطانيا للسلطان العثماني وبدأت تضغط عليه وتقول له أنت لازم تشيل محمد علي من حكم مصر. وبالفعل السلطان يوافق ويطلع فرمان. فرمان هو يعني ايه فرمان؟ امر من السلطان العثماني واجب التنفيذ. طب الفرمان ده هيطلعه امتى ويقول في ايه؟ اقول لك السلطان هيطلع الفرمان ده بعد سنة من تولي محمد علي الحكم، تحديدا يوليو 1806. طب ثواني، الفرمان ده السلطان العثماني هيقول في ايه؟ اقول لك يتم نقل محمد علي من مصر إلى ولاية اسمها ولاية سالونيك، ودي كانت في مقدونيا. يعني معنى كده إن فرمان 1806 كان يقضي بنقل محمد علي من ولاية مصر إلى ولاية سالونيك في مقدونيا. 2 إن محمد علي يسلم السلطة لمين؟ للوالي اللي جاي مع الفرمان من غير أي مقاومة. يعني معنى كده إن تاني حاجة معانا في فرمان 1806 إن محمد علي يسلم السلطة دون معارضة لمين؟ للوالي اللي بعته السلطان العثماني مع الفرمان. ولكن هنا يطلع من تاني
العثماني دور الزعماء الشعبيين، زعماء الشعب المصري، كبار التجار وكبار العلماء، ويبدأوا يقفوا في وش السلطان العثماني ويقولوا له لا، اختار، يا تختار بريطانيا يا تختار الشعب المصري. وهنا السلطان العثماني يتحط ما بين نارين، لو بريطانيا لقت السلطان العثماني بدأ يرجع في كلامه العلاقة ما بينهم هتتدهور، ولو زعماء الشعب شافوا السلطان العثماني لسه مصمم على كلامه وعايز ينقل محمد علي ممكن الشعب المصري يعمل ثورة على السلطان. ولكن في النهاية يوافق السلطان العثماني على مطالب زعماء الشعب المصري ويقرر ان هو يرجع في كلامه ويخلي محمد علي موجود على حكم مصر. يعني معنى كده ما النتائج المترتبة على وقوف الزعامة الشعبية بجانب محمد علي عام 1806؟ أقول لك أدى ذلك إلى عودة السلطان العثماني في قراره وتخليه عن فكرة نقل محمد علي وتثبيته على حكم مصر. طب ثواني، هو إيه اللي حصل يعني لما السلطان العثماني رجع في كلامه؟ أقول لك للأسف اتدهورت العلاقة ما بينه وما بين بريطانيا. يبقى لما أقول لك هنا ما النتائج المترتبة على رضوخ، يعني عودة رضوخ السلطان العثماني لمطالب زعماء الشعب عام 1806، تقول لي ايه؟ ادى ذلك الى تدهور العلاقه بين السلطان العثماني وبين بريطانيا. وهنا بريطانيا تقول اللي ما خدناهوش بالذوق من السلطان ناخده منه بالعافية، وتبدأ بريطانيا تستغل ان علاقتها متدهورة بالسلطان العثماني وتبعت اسطول على مصر علشان يحتلها. الاسطول ده هيكون بقيادة واحد اسمه فريزر، والحملة دي بنقول عليها حملة فريزر، ودي يا شباب حملة انجليزية مش حملة فرنسية. يبقى أنا عندي حملة فرنسية كانت بقيادة نابليون ثم كليبر ثم مينو، الكلام ده كان إمتى؟ 1798. وعندي حملة إنجليزية بقيادة فريزر إمتى؟ مارس 1807. طب ثواني، بما تفسر إرسال بريطانيا حملة فريزر على مصر، هي ليه بريطانيا بعت جيش بقيادة فريزر؟ أقول لك لاحتلال مصر، يعني هم جايين عايزين يحتلوا بلادنا. ايوه. 2 عزل محمد علي، يعني هم جايين علشان يعزلوا محمد علي. ايوه. 3 تعيين محمد بيك الألفي واليا على مصر. ولكن في معلومه هتعرفها ان شاء الله بعد كده في ثالثه ثانوي، وهو ان محمد بيك الألفي كان ميت بقاله 2 شهر وانجلترا ما تعرفش حاجه اصلا. يبقى اوعى تنسى السؤال ده مهم. بما تفسر ارسال بريطانيا حمله عسكريه على مصر 1807، تقول لي لاحتلال مصر وخلع محمد علي وتعيين محمد بيك الألفي. خلي بالك ان حملة فريزر لما جت على مصر نزلت على مدينة الإسكندرية زيها زي حملة نابليون. يعني معنى كده ان حملة فريزر اللي هي الحملة الإنجليزية وحملة نابليون اللي هي الحملة الفرنسية بيتشابهوا في انهم اول ما جم على مصر نزلوا على مدينة الإسكندرية. وبالفعل يقدر فريزر ان هو يحتل الإسكندرية ويقرر ان هو يروح على مدينة اسمها مدينة رشيد، وبعدها يروح على مدينة هنا اسمها مدينة الحماد. ولكن أهالي رشيد وأهالي الحماد يقف معاهم عمر مكرم اللي احنا واخدينه في درس الحملة الفرنسية اللي كان قائد ثورة القاهرة الثانية. يقف عمر مكرم في ظهرهم ويبدأ يقول لأهالي رشيد وأهالي الحماد اثبتوا في مواجهة حملة فريزر، لازم تكسروهم. وبالفعل أهالي رشيد والحماد ما يتوصوش، قدروا انهم يهزموا حملة فريزر ويقاوموها مقاومة جديدة ويأسروا منهم عدد من الجنود. وهنا فريزر يضطر ان هو يرجع من تاني على مدينة الإسكندرية. ايه ده؟ هو محمد علي فين في القصة دي كلها؟ اقول لك محمد علي ساعتها كان في جنوب مصر بيواجه المماليك،
ودي مش عليك. اول ما محمد علي يسمع ان حملة فريزر وقف لها اهالي رشيد والحماد وقدروا ان هم يكسروهم ورجعوهم على الاسكندرية، يجي محمد علي ويبدأ يتفاوض مع فريزر. عايز ايه يا فريزر؟ فريزر يقول له والله انا عايز اتكل على الله على بلدي، ولكن هات لي الاسرى اللي اهالي رشيد والحماد خدوهم مني. طب ثواني، ايه النتائج المترتبة على حملة فريزر؟ انت فهمت ايه؟ تقول لي فشلت الحملة. ليه؟ علشان أهالي رشيد وأهالي الحماد. طب واتنين، جلاء الحملة عن مصر. يعني إيه؟ يعني خروج الحملة من مصر. مقابل إيه؟ مقابل الإفراج عن الأسرى. تالت حاجة ان محمد علي يخش الاسكندرية وهو منتصر مع انه ما عملش حاجة اصلا. يعني معنى كده تالت حاجة في النتائج المترتبة على حملة فريزر هي دخول محمد علي الاسكندرية منتصرا. وبكده يقدر محمد علي ان هو يخلص من اول مشكلتين. ويا ترى كان مين السبب في المشكلتين دول؟ مش محتاجة كلام، طبعا بريطانيا. يبقى أول مشكلة وهي محاولة نقل محمد علي إلى ولاية سالونيك، وتاني مشكلة وهي حملة فريزر عام 1807. الاثنين كان سببهم إيه؟ سببهم إنجلترا. فأول مشكلة قدر محمد علي إن هو يتخلص منها عن طريق إيه؟ عن طريق إن الزعامة الشعبية وقفت معاه، وقدر محمد علي إن هو يخلص من تاني مشكلة اللي هي حملة فريزر بسبب مقاومة أهالي رشيد والحماد للحملة. يعني معنى كده إن زعماء الشعب المصري كان لهم دور كبير في تولية محمد علي الحكم وفي تثبيته للحكم. كان لهم دور في انهم ضغطوا على السلطان وخلوه يقبل بعزل خورشيد وتعيين محمد عام 1805، وكان لهم دور عام 1806 لما وقفوا مع محمد علي وخلوا السلطان العثماني يرجع في كلامه ويثبتوه على حكم مصر. ايوه، عايز ايه؟ اقول لك محمد علي هينكر دور الزعامة الشعبية، وهيبدأ محمد علي يفكر ازاي يتخلص من الزعامة الشعبية. يا غدار، ليه؟ ده الناس دي وقفت معاك في اكتر من حاجة. تعال اما اقول لك ليه. محمد علي كان عايز ينفرد بحكم مصر. هينفرد بالحكم ازاي والزعماء واخدين عليه العهود، متعاهدين مع بعض ان هو مش هيعمل اي حاجة غير لما يرجع لهم. وخلي بالك بقى ان الزعامة الشعبية في الوقت ده كانت متمثلة في واحد اسمه عمر مكرم. يعني كبير زعماء الشعب المصري هو عمر مكرم. يعني محمد علي لو خلص من عمر مكرم يبقى كده خلص من الزعامة الشعبية كلها. ايوه، طب ثواني، محمد علي هيقدر ازاي يتخلص من عمر مكرم؟ اقول لحضرتك محمد علي هيفضل زي الثعلب قاعد مستني الوقت المناسب اللي يقدر يتخلص فيه من عمر مكرم. طب الوقت ده هيجي له امتى؟ اقول لك لما زعماء الشعب المصري يبداوا ينقسموا حول تقدير مكانة عمر مكرم. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني ناس تقول لك عمر مكرم ده راجل زي الفل، وقف قدام الحملة الفرنسية ايام ثورة القاهرة الثانية وساعد اهالي رشيد والحماد انهم يقفوا قدام حملة فريزر. وناس تانية تقول لك عمر مكرم عامل ده كله علشان الشو، علشان يظهر وبس. فهنا محمد علي يعرف ان هي دي اللحظة المناسبة اللي يقدر يتخلص فيها من عمر مكرم. يعني معنى كده لما يقول لي ما النتائج المترتبة على انقسام القيادة الشعبية حول تقدير مكانة عمر مكرم، اقول لحضرتك أدى ذلك إلى قيام محمد علي بعزل عمر مكرم من نقابة الأشراف ونفاه إلى دمياط عام 1809. يبقى أنا دلوقتي فهمت إن محمد علي أنكر دور الزعامة الشعبية. يعني إيه؟ يعني الراجل ده تخلص من الناس اللي كانوا هم السبب في وصوله للحكم وكانوا هم السبب في تثبيته على الحكم. تخلص منهم إزاي؟ أقول لحضرتك
لما انقسمت القيادة الشعبية حول تقدير مكانة عمر مكرم، ناس قالت ان عمر مكرم ده تمام، ناس تانية قالت لك لا عمر مكرم عامل كل ده علشان الشو. فهنا يطلع محمد علي ويقرر ان هو يتخلص من عمر مكرم. هيتخلص منه ازاي؟ اول حاجة هيعملها هيعزله من نقابة الاشراف، تاني حاجة هينفيه لدمياط عام 1809. يعني معنى كده ان محمد علي تخلص من الزعامة الشعبية بنفي عمر مكرم الى دمياط وعزله من نقابة الاشراف. ايوه، طب هل يا ترى بقى كده محمد علي خلاص انفرد بحكم مصر؟ لا ليه؟ ما انت لسه قايل لي ان محمد علي كان عايز ينفرد بالحكم، علشان كده حاول ان هو يتخلص من الزعامة الشعبية وقدر بالفعل ان هو يتخلص منها لما عزل عمر مكرم من نقابة الاشراف ونفاه لدمياط. اقول لك اصبر، لسه عندك مشكلة كمان محمد علي لازم يواجهها علشان ينفرد بحكم مصر. ايه هي المشكلة دي؟ اقول لك المماليك. محمد علي من يوم ما تولى حكم مصر وهو بيحارب في المماليك. ليه؟ لأنه كان شايفهم إنهم مصدر القلق والفوضى والاضطرابات اللي بتحصل في البلد. يعني لما أقول لك هنا بما تفسر حرص محمد علي منذ بداية حكمه على التخلص من المماليك، تقول لي ليه؟ لأنه كان يرى أن المماليك يمثلون مصدر للقلق وللفوضى. طب يا ترى محمد علي هيعمل إيه علشان يتخلص من المماليك؟ أقول لك أول حاجة هيعملها هيطاردهم في كل مكان. أي مكان يسمع محمد علي إن فيه مماليك، هات يا ابن الجيش اطلع على هناك علشان نخلص عليهم. طب وتاني حاجة هيبدأ محمد علي يحرمهم من تولي المناصب العليا في البلد. زي إيه؟ زي منصب مشيخة البلد. فاكر شيخ البلد محمد بيك أبو الدهب، علي بيك الكبير، أول درس معانا خالص. أهو محمد علي هيحرم المماليك إنهم يتولوا المناصب العليا دي في مصر. وكمان هيبدأ محمد علي يغدر بيهم زي ما غدر بالزعامة الشعبية ويدبر لهم مذبحة احنا لغاية النهاردة بنتحاكى بيها، وهي مذبحة القلعة اللي تمت عام 1811. ايه المذبحة دي؟ اقول لك ان محمد علي دعا كل زعماء المماليك على حفلة اكل حلوة، والمماليك جايين صايمين بقالهم 3-4 ايام داخلين على الاكل. محمد علي عزمهم بمناسبة ان ابنه طالع بالجيش المصري على حملة في شبه الجزيرة العربية. هنعرف الكلام ده ان شاء الله في الدرس اللي بعد ده. وهنا المماليك يفكروا ان محمد علي جايبهم علشان يصالحهم، ولكن اول ما المماليك يدخلوا ويقعدوا على الترابيزة ويبدأوا ياكلوا، محمد علي يغمز لجنوده فيبدأوا يقتلوا في زعماء المماليك. يعني معنى كده ان محمد علي تخلص نهائيا من المماليك بعد ايه؟ اقول لك بعد مذبحة القلعة. وبكده مفيش اي حد تاني يقدر يقف قدام محمد علي، وبكده ينفرد محمد علي بالحكم. يعني معنى كده انفرد محمد علي تماما بحكم مصر بعد نقط، بعد التخلص من الزعامة الشعبية، ولا بعد مذبحة القلعة؟ تقول لي لا، بعد مذبحة القلعة اللي تمت عام 1811. يبقى اوعى تنسى السؤال ده علشان في غاية الأهمية، اوعى تنساه. استطاع محمد علي الانفراد بحكم مصر امتى؟ بعد مذبحة القلعة اللي تمت عندي عام 1811. يبقى هنا آخر سؤال معانا، ما النتائج المترتبة على تخلص محمد علي من المماليك أو مذبحة القلعة عام 1811؟ تقول لي أدى ذلك إلى انفراد محمد علي بحكم مصر، وبدأ في جعل مصر في مصاف الدول المتقدمة. يعني بدأ محمد علي إن هو يطور من مصر زي ما هنعرف إن شاء الله في درس محمد علي وبناء الدولة الحديثة. اللهم لك الحمد، خلصنا درسنا على خير بإذن الله. أشوفكم في فيديو جديد، دمتم موفقين.